اليوم حجم مشتريات السعودية أو انفاق السعودية خارج السعودية على بضائع وسلع أو أنشطة أو إلى آخره يصل إلى 230 مليار دولار أمريكي. الهدف حسب رؤية 2030 نصف هذا الإنفاق يكون داخل المملكة العربية السعودية. فلو ناخذ ما هي أهم بنود المحتوى المحلي 230 مليار دولار، أهم بند التصنيع العسكري ما بين 50 إلى 70 مليار دولار، يزيد أحيانا ويقل أحيانا سنوي. احنا ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري، فهو 99% منه من خارج المملكة. فهذه فرصة ضخمة جدا لخلق صناعات كبيرة داخل المملكة وخلق وظائف وخلق تنمية. كيف تبي التمدي؟ يعني هذه الصناعات مرة متقدمة. صحيح. الميزة فيها أن القرار عند الحكومة 100%. فالحكومة اتخذت اليوم قرار بأنه تشترط وتربط أي صناعة لها بمحتوى محلي. أنا ما أشتري منك إلا كم تعطيني محتوى محلي داخل أبغى أعرف المثال. في أنواع الصناعات، في صناعات التقنية فيها ليست عالية الحساسية، هذه الدول الأخرى لا يكون عندها حرج بأنها تنقل لك إياها 100% داخل السعودية. في صناعات متوسطة مثل السيارات يعني لا، مثل السلاح الخفيف أو الذخائر أو ما يندرج تحتها أو قطع الغيار أو الهياكل إلى آخره. في صناعات تكون التقنية فيها متوسطة، فبعض الدول يصير يعني عندها حساسية معينة، فنحاول نطلع في الصفقة بنسبة معينة من المحتوى المحلي. أحيانا ننجح نصل إلى 70% محتوى محلي، أحيانا 50%، أحيانا 20%. في صناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية للسعودية، فهنا نشترط أنه المواد الرئيسية تكون من خلال السعودية، فيكون الأثر بشكل غير مباشر على المحتوى المحلي داخل السعودية. لكن الشرط اللي موجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي. الهدف نقل الصناعة 100%، إن لم ننجح فلا بد أن ننتهي بآخر مطاف في 2030 على 50% محتوى محلي. معناته أنه من هال50 70 مليار نصفها ينفق داخل السعودية في عام 2030، وهذه ترتفع تدريجيا من اليوم. في مجموعة من الصفقات التسليح بتعلن الفترة القادمة، وبنسمع في كل صفقة كم نسبة المحتوى المحلي فيها وكم وظيفة بتوفر داخل السعودية. فالمحتوى المحلي أكبر بند فيه التسليح لأنه ضخم المبلغ. ثاني بند فيه اللي هي صناعة السيارات. تقريبا مشتريات السيارات من قبل السعوديين سنويا يصل إلى 30 مليار دولار، أحيانا يفوق وأحيانا يكون أقل منه بشكل كل استيراد المملكة. كل استيراد المملكة سنويا يصل إلى 30، أحيانا أقل أو أزود بشكل بسيط. هنا العنصر الإيجابي أيضا أنه 13 مليار دولار من هذه المشتريات هي مشتريات الحكومة السعودية. فنستطيع أن نبدأ في المرحلة الأولى بأن نجعل توفير احتياجات الحكومة السعودية من خلال شركات التصنيع السعودية تساهم فيها الحكومة السعودية، وهذه بتوصلنا لنسبة 43% في 2030 من صناعة بيصير في توطين لصناعة السيارات. صحيح. احنا ما راح نجي نحاول نقدم سلع كسيارات للمواطن في 10 سنوات القادمة، بيكون صعب جدا ان ننافس في الاسعار وصعب جدا ان نقنعه بالجودة المطلوبة، لكن نستطيع ان نضمن هذه الصفقات انها تكون للحكومة مقابل خلق هذه الصناعة داخل السعودية. اكبر ثالث بند يأتي اللي هو الترفيه والسياحة. 22 مليار دولار سنويا تخرج خارج السعودية على الترفيه والسياحة، وهذا أكبر ثالث بند في المحتوى المحلي. وهذا أصعب بند لأن قراره بالكامل عند المواطن السعودي، ما في جزء من هالمشتريات عند الحكومة السعودية. فهنا صعب جدا أنك تستثمر باستثمار يقنع المواطن السعودي بأنه بدل ما يلجأ أن ينفق على أموال خارج السعودية ينفقها خارج السعودية. أيضا الهدف فيها 50% في 2030، وتندرج تحت المحتوى المحلي بنود كثيرة جدا في هال 230 مليار دولار أمريكي. هدفنا أنه 115 مليار دولار أمريكي تنفق سنويا داخل السعودية بعد 2030، تتصاعد تدريجيا من هنا إلى 2030. هذه كلها فيها تحديات، والربحية فيها ما تكون أحيانا بالشكل الجيد أو الشكل المطلوب، والمخاطرة فيها عالية جدا، فلن يستثمر فيها أي أحد إلا صندوق الاستثمارات العامة حتى ينجح هذا القطاع، وبعدين يخصص ويباع في سوق الأسهم، تطرح شركات في سوق الأسهم، ويبدأ صندوق الاستعادة أمواله ويدخل في فرص أخرى.